اللي قدام ده جبل من جبال الألب. السؤال الجميل بقى، لو طلع علينا دب ولا اي حاجه هنا هنعمل ايه؟ مخصوص. وكل دي جبال الألب. دي المنطقه اللي احنا فيها تيجنزي هنا اهو. 5 Minuten und ich kann nicht mehr. بتستخبى؟ خد اقولك، تعال استخبى. عدد واحد اتنين تلاتة. المنظر ده روعة قوي. احنا هنا في جبال الألب علشان امبارح كنا بنحضر فرح واحد صاحبي في منطقة اسمها تيجنزي. تيجنزي دي فيه بحيرة كبيرة كده، عندهم ده يعتبر بحر يعني. المهم يعني البحيرة دي المايه بتاعتها بتيجي من جبال الألب دي كلها اللي ورا. البحيرة اللي هناك دي، البحيرة طبعا دي كبيرة جدا 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 حوالين المنطقة دي كلها، وماشية كمان كده اهو جوه. ودي كوكو. ازيك يا كوكو؟ يلا كيمو. يلا يا حاج. هنا احنا رايحين هنا دلوقتي. انت بتستخبى ولا بتعمل ايه؟ ها؟ بتستخبى ولا انت بتستخبى؟ خد اقولك، تعال استخبى. يا انت بتلعب ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الفندق اللي احنا فيه ده اسمه، والمكان ده تبع الفندق، ولكن المنطقه هنا تعتبر من اهدى المناطق الموجوده في المانيا، من اجمل المناطق. الفندق اللي انا فيه بصراحه احسن حاجه فيه طبعا غير السعر، نظيف جدا، نظيف جدا، الاكل والشرب بتاعه الكلام ده كده، ولكن يعني مش ريفيو على الفندق، فكده كده لازم نمشي. يلا بينا. We ready to go. ريدي. يلا يا بابا. عايز اقول بس بالنضاره بتاعت توني ستارك اللي انا لابسها دي، المنظر خرافي يعني. انا مش عارف اظهره في الكاميرا لانه باين صغير قوي، ولكن المنظر مرعب جميل يعني. الجبل طلعته كده مرعب جميل. كوكو بتقطع تيكت، واحنا المفروض هنمشي الطريق ده، اوعى كده نطلع لحد فوق عند الشلالات. الطريق ده كان ممكن ناخده بالعربيه وندفع عند الكشك دوت، نجيب تذكره علشان نعدي من الطريق ده، ولكن المسافه من هنا حوالي كيلومتر. فمن الحاجات الجميله اصلا اللي تقدر تعملها هنا في تيجنزي او جنوب المانيا عند ميونخ، يعني ان انت تمشي كتير، يعني تعمل فاندن اللي هو التمشيه في الغابه، التمشيه في الطرق الخضراء اللي زي كده. Ja, Autoschlüssel und die zwei. Guck mal, wie leicht die sind. Mit so einer Rappelkiste. فين؟ die Schilder sind? Ja. اوكي، انا بحسب الطريق كده، بس الطريق ده كده بالعربيه، انما التمشيه Kannst du ein Foto davon machen? Dass wir einfach mal eine Karte. لازم اعمل صوره. دي المنطقه اللي احنا فيها تيجنزي، الفندق بتاعنا هنا تقريبا، والفرح كان هنا تقريبا. ما تمشي كده اهو بالعربيه، طبعا في بحر تاني هنا. المهم البحيرات دي كلها المايه بتاعتها بتيجي من الجبال اللي فوق دي، من الامطار، من الجليد اللي بيتكون عليها، بعدين بيجي يسيح في الصيف بيعمل بحيره كبيره تقريبا بحر يعني. فده بيخليني كده افكر في مخيلتي كده القطب الشمالي اللي هو يعتبر قاره اصلا لو ساح احنا هنروح في داهيه والله. الطريق اللي احنا هنمشي فيه منظره جامد والله، المنظر فوق خرافي. احنا هنمشي في الطريق ده. معرفش سامعين ولا لا، ولكن احنا سامعين صوت الشلالات من هنا اللي احنا رايحين لها. طريق نص ساعه، سيبكم من الطريق اللي ورايا. بصوا كده الطريق احنا ماشيين فيه فكركم بايه؟ فعليا الطريق اللي بيمشي فيه جاندالف لورد اوف ذا رينجز. فعليا يعني. عامه انا واحد من الناس اللي بيحب يعني يخرج دايما في الطبيعه ويتمشى في وسط الاشجار والحاجات دي. انا عملي اكتر يعني، احب اشتغل، احب المدينه، احب الدوشه، الكافيهات، الناس، الكلام ده كله، ولكن مش هيأثر في حاجه يعني، او تبقى مشكله ان واحد ايه كل فين وفين يطلع طلعه كده مثلا 3 ايام ولا حاجه يفضي دماغه شويه. وانا تعبت من قبل ما نطلع ولا ايه؟ ايه جوجو 5 Minuten und ich kann nicht mehr. يلا يا حاج. بصي يا بابا الميه
بص. أنا 1 3. تخيل معايا كمية المية اللي نازلة من فوق دي، كل دي من فوق الجبل باستمرار طول الحياة، هي اللي بتملى البحر اللي قدام ده. Schatz, aufpassen bitte. واو. واو. فعليا درجة الحرارة -2 -3 بتاعت المية. عشان كده بتخيل في الافلام لما واحد مثلا بيقع في مية زي كده، اوعى يا كوكو ما تقعيش. ليه بيموتوا؟ يعني يطلع متلج، المية تلج. انا لو قعدت فيها 5 دقايق خلاص كده مع السلامة. الطريق طالع لفوق. يلا يا كوك، يلا بينا. انا جاي. ليه؟ مش عملنا بريك خلاص؟ يلا. احنا عملنا بريك لان الطريق زي ما انتم شايفين نازل لحد تحت. ودلوقتي الطريق يتعدل شويه بس مازال طالع، لان احنا المفروض طالعين الجبل كده شويه. انا مش بشتكي يعني ولا بعاني ولا حاجه، هي ممتعه، بس لو طريق مستقيم برضه تبقى امتع اكتر يعني. Hast du gesehen? سبحان الله ان الواحد يصدق ان المية دي كلها جاية من فوق الجبل لحد تحت، هي اللي بتملى البحر اللي انا وريته لكم ده. سبحان الله، سبحان الله، مليون مرة سبحان الله. مبسوط؟ تقريبا كده احنا خلصنا في المكان الروعة ده. الكاميرا مليانة حشرات. لا دي جميلة، دي لازم تتصور. الكاميرا مليانة حشرات جوه. ادي اخرة الخروج في الغابة. دي اخرة الخروج في الغابة. قبل ما الحشرات دي تقرصني ولا تعمل لي اي حاجة، في حشرات هنا لما بتدخل الجسم بتخلف جوه، فاهم قصدي؟ بتعمل بيض وبتاع. المهم احنا خلصنا في المكان الجميل ده، دلوقتي رايحين على الفندق علشان ناكل اي حاجة او نروح مطعم او مش عارف رايحين فين. ما لا نسكت. يا ام ادم مستني. ادم ما شاء الله استمتع بالجو لحد ما دخل نام. كوكو ايه رايك في الرحله النهارده؟ حلوه؟ Ja, es gefällt mir gut. كوكو هي صاحبه الفكره ان احنا نيجي عند الشلالات وكده، علشان بتحب يعني الحاجات دي. ثانيه واحده امسح الجزمه لان انا ما احبش امشي بجزمه وسخه. تتوضي ولا ايه؟ بيعانوا اللي طالعين ورايا دول، الطريق طالع لحد فوق كده. يلا بينا. يلا بينا. امشي على طول. امشي فين؟ على طول. على طول يلا. ايه ده احنا وصلنا؟ wir sind da. Das war schneller. Wohin wollten wir gehen? keine Ahnung. احنا واخدين معانا كمية جواكت. ساجمة كمية جواكت على اساس ان الجو لو درجة الحرارة 15 16 بس الشمس طلعت والمنظر ورايا خرافي. احنا في وسط جبال الألب. جبال الألب دي في الشتاء بتبقى لونها كلها ابيض ابيض، بالذات من فوق كمان. ممكن اشرب؟ والله المنظر خرافي يا فندم، منظر خرافي.
جبل من جبال القلب، ودي باقي جبال القلب. منظر السحاب من فوق كده، والراجل ابو عجله ده خرافي. ندم ودي بقى حلوه يا اوكي. هنختم الفيديو باكله. ليه بختم الفيديو باكله؟ عشان انا بنصحكم بالاكله دي لو جيتوا المنطقه بتاعت ميونخ وبايرن وتحت كده ناحيه النمسا. دي حاجه من الريجيون او المنطقه اللي هنا يعني، اسمها كايزرشمان. كايزرشمان عباره عن عجين كده طعمه مسكر جدا، طعمه حلو قوي، وبيجي معاه الابفل كومبوت ده. الابفل كومبوت ده زي ايه؟ زي ما نقول صوص التفاح، حاجه زي كده يعني، وعليه سكر، زي ما نقول زي شبه الفطيره الحلوه عندنا بس الفلافي شويه. فانصحكم بيه 100%. صح عادل؟ Big dog status, I'm a big dog vet. I pull up on the block in a big